بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم، شراكم ان شاء الله كامل بخير. جيتكم اليوم بوصفة المقروط، مقروط الكوشة. ما كانش احسن من هذه الوصفة تاع مقروط الكوشة. نقول لك حبيبتي لازم تجربي هذه الطريقة واكيد راح تكوني معتمدة عندك. شوفوا هنايا جاية معسل حتى لداخل وهشيش يذوب في الفم، روعة البنات. اليوم راح نديرو لكم كامل بمقادير بسيطة، وراح ندير لكم بكميه قليله اللي يطلبوها مني ياسر، لخاطر راني خادمه منه هنايا كميه كبيره. راني عاودت لكم اليوم الوصفه ودرتها لكم بهذا الطابع. كملوا معايا الفيديو الاخير باش كامل تدوا النصائح. شوفوا هنايا حندير معكم كما قلت لكم مقادير. كانت وحده طلبتها مني، قالت لي ديري لي المقادير بالكيله، ومقادير تكون صغيره كما هذا المقدار راح تجيكم 50 حبه. شوفوا هنايا اني درت هنايا عبرت لكم بالكاس، درت 3 كيسان معمرين تاع سميد متوسط. انا استعملت سميد مولا، ونديرو كاس معمر فرينه، يكون شويه بومبي، ونديرو هنايا ملعقه فانيليا. بالنسبه بالميزان سميد حوالي 600 غرام. ضفت ملعقه كبيره سكر، ورايحه هنايا عندي مارغرين، اي نوع مارغرين كانت عندكم، المهم تكون بحراره المطبخ. هنا راح نوزن منها، راح نح 200 غرام. نجي نضيفهم هنا المقادير نخلطوهم كامل مع بعض. هذا المقروط اكسبريس تنثم تخدمي في اخر لحظه، مش شرط يبات. نديرو هنايا ملح، قرصه ملح، ونديرو حبه بيض كما قلت لكم. نديرو كامل المكونات مع بعض، ونديرو هنايا نصف كاس زيت، حوالي شويه فوق نص الكاس تاع الزيت، مش نص. شوفوا هنا نضيف عندي هنا كيس خميرة الحلوى، راح ندير منه نصف فقط، ما نديروش كامل. في هذه الكميه نديرو نصف كيس خميرة الحلوى. انا هنا راح تقطع لي المقطع. المهم نخلطهم كامل ونقعد نبسس فيهم بهذه الطريقه، نبسسهم حتى تشوفي هذا الخليط شويه ثقل في يدك. هنايا نحبسه بهذه الطريقه. انايا هنا عبرت لكم الماء، درت كاس عمرته نصف ماء ازهر ونصف ماء ولا غم تاع ماء ازهر. نضيف هنايا النص الاول كما راكم تشوفوا، راني نلم فيه بهذه الطريقه، ما نعجنوهش. راكم تشوفوه تحسوه بلي راهو شرب كميه من الماء، لكن لا راه ما يغركمش، لخاطر به مبسس ياسر. راكم تحسوه بلي انا نخلي هذا النص، نخليه شويه يريح، ومن بعد نرجع نكمل النص كامل. انا درت كامل الكميه هذه تاع الماء، ومن بعد نزيد نخليه يريح، ومن بعد نبداو نشكلوا فيه. شوفوا هنا بعد ما خليته شويه يريح او شرب شويه، نزيد نكملوا ذاك النص. كما قلت لكم كملوا كامل هذاك الكيلة تاع الماء وخلوه يريح، ومن بعد نبداو هكذا ما يجيكش يابس وما يجيش يقزقز في الاسنان. يجي رطب ويجي يذوب في الفم، يجي روعه البنات. صدقوني احسن وصفه نتاع مقروط هذه، وانا كما قلت لكم راني درتها لكم مره مشروع. هذه انا ما نبدلهاش، انا هذه وصفتي تاع المقروط. يطلبوا مني مقروط الكوشه، نقول لكم هذه احسن وصفه ديروها، ديريها وعينك مقمضين. انني اليوم راح نديرها في هذا المول. تديريها اي مول كان عندك، او طبعيها عادي شكل مقروطات. انا هنا وزنت العجينه 35 غرام، والتمر راكم عارفين نقيناه ودرنا له شويه جلجلان، شويه مقف زبده، ودرت له قرفه، وكورت عجنته مليح. ومن بعد يعني وزنتهم هنايا 8 غرام، 8 بين 8 الى 9 غرام. نجي نديرهم في هذا المول ونحاول نخرجهم بشويه، لخاطر انا هذا المول تاعي راه من الاول كامل راه شويه قاصح. ظنيت ممكن هذو اللي راهم خرجوا هذا المره جدد نفس الشكل،
ممكن ماهمش قاصحين كيما هذا الموديل اللي كان عندي هو الاول ملي خرجوا كاع. المهم نساعدوه بشويه ونحاولوا نضغطوا بهذا الشكل بهذه الطريقه ونخرجوا الحبه. تحبوا نديروا بهذه الطريقه او بهذه الطريقه اللي انا راح نديرها دركا. ثاني نديروا الحشو ونديروا بهذه الطريقه كما تحبي. المهم تقدروا ديروا بالكاوكاو. انا هذا المقروط انا نحبه بالتمر. تقدروا ديروا الكاوكاو. وراني ثاني درت لكم طريقه العسل. انا المقروط كما قلت لكم مقروط وقريوش انا ديما نخدم لهم العسل تاع الدار، سورتو الا كنت نخدم في طلبيات هاك باش تخرجنا يعني احسن من اللي يتباع. وخاصه المقروط يحب العسل اللي يكون شويه مخفف. اللي شريتوه مشري خفوه شويه وعسلوا به. اما أنا اليوم راني درت لكم طريقه العسل. هاني هنايا درت كاس سكر، نحيته من الكيلو تاع السكر. نديرو هنا في كاسرونه، نديرو هنايا يذوب حتى نشوفوه ذاب كامل تكرمل كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. ونخلط مليح. انا شويه راني ما فقتش قدمت ياسر الكاميرا. نخلط كامل حتى نشوفوا هذا الكاس تاع السكر اللي نحيناه من الكيلو تاع السكر نشوفوه ذاب. انا هنا درت لكم كميه صغيره فقط باش تقدروا تجربوها وديروها. ونقول لكم ناجحه هذه الطريقه 100% او مليار بالمئة. شوفوا هنايا نذوبوا مليح، لازم يذوب كامل معنا. شوفوه ذاب. ويكون على نار ناقصه باش ما يتحرقش. نضيف له هنا كاس الاول تاع الماء. هنا راح نضيف 2 كيسان ونص تاع ماء، نفس الكاس اللي عبرنا به السكر اللي درناه من الاول. هذا الكاس الثاني وهذا نصف الكاس. نخلط مليح. بهذه الطريقه ماهيش راح يتحجر لكم كامل العسل. نضيف هذه الكميه اللي بقات لي نحيت منها الكاس نكملها ندير السكر ونخلط مليح. وهذه ندير حجرة عشب نديروها بهذا الحجم ونبدا نخلط ونخليه حتى يبدا يغلي. انا ندير فقط شب، اذا حبيتي ديري ليمون ديري. انا هذه وصفتي ندير ديما الشب. نخلط مليح، نحاولوا نذوبوا هذاك السكر، نذوبوه مليح ومن بعد نخلوه. لازم هذه المرحله نخلطوا مليح نذوبوا فيها السكر اللي ضفناه. هنا راهو ذاب معايا السكر. شوفوا بعد ما يبدا يغلي كيما هاك نحسبوا له 20 دقيقه. شوفوا هنايا هو بعد ما برد راني درت لكم. ها هو هنا جا ثقيل ويعطينا كميه كبيره احسن من اللي يتباع. هنا حسبوا له من 10 او 15 دقيقه مش 20 دقيقه، ومن بعد طفوا عليه. شوفوا هنا المقروط تاعي بعد ما طيبته شعلت عليه من الفرن من الاسفل، بعد ما طاب شعلت عليه من الفوق خلوه يحمر مليح. انا نحب نحمره كما راكم شفتوا. نجي نديرو هنايا في كاسرونه ولا اي حاجه ونفرق عليه العسل. نخليه حوالي ساعتين او اكثر. كما تخلي اكثر احسن في العسل، راح يتشرب العسل كامل ويجيك معسل حتى لداخل. هاد الكميه كما قلت لكم مقدار جاتني 50 حبه.
وها هو ينال مقروط بعد ما خليته ريح في العسل. زينته ودرته في الكيسات وزينته بهذاك الكاوكاو، التزيين كما تحبي. المهم في البناجة روعة روعة البنات، جاي يذوب في الفم. انا هذه وصفتي المعتمده. نقول لك حبيبتي انا درت لك الوصفه بكميه قليله، ان شاء الله ان شاء الله تكوني شفتيها. ما تبخلوش عليا البنات، ما تبخلوش عليا باللي جام كيما انا مانيش نبخل عليكم بوصفاتي. نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي. الا ما تلاقيناش نقول لكم صحه عيدكم، كل عام وانتم بخير، ونقول